تكونوا بخير. النهارده جايلكم بحاجه جديده بنعملها في رمضان، بس احنا بنعملها في الايام العاديه عادي، متفرقش معانا يعني. احنا هنعمل النهارده صينيه كنافه بالمكسرات، يا رب تعجبكم. الكنافه يا جماعه الخير لازم تتحط في الفريزر، لما تيجي لازم تتجمد. لازم الكنافه عشان تطلع معاكي حلوه ومقرمشه، حتى لو سقتيها بالشربات لازم تتجمد. انا كنت جمدتها وطحنتها بايديا في قلب الكيس كده، بتبقى سهله معاكي خالص وبتطحن، ما بتحتاجش مجهود ولا حاجه. في ناس بتعملها في الكبه، بس انا بحب انا اعملها كده. هفردها، انا دهنت الصينيه سمنه، بفردها في الصينيه، ولازم بقى بعزم مما فيكي وبتضغطي. انا بقى ايه، بعزم ما فيا بقى بدراعتي بقى، الحمد لله. صلى على النبي كده يا جماعه. هنا كنت بقول لكم ان انا حاطه عليها معلقتين سكر على الكنافه. بعد ما كسرتها حطيت عليها معلقتين سكر عشان تكرمل معاكي في الفرن وما تفكش منك. دلوقتي انا لازم اضغطها جامد بايديكي كده، بكفة ايدك، وبتنزلي عليها بعزم ما فيكي لحد ما ما بتثبتيها مكانها جامد، بتضغط جامد. انا كنت بعملها فوق قدام الفرن البلدي. معلش صوتي متغير، برد شوية. صلوا على النبي يا جماعة، نشتركوا في القناة، نتفاعل مع الفيديوهات لو سمحت. هنا انا برش الطبقة الاولانية معلقتين سمنة. انا عاملة الشربات، عاملة كوبايتين ونص سكر بكوباية وربع مية. الشربات تقيل، الشربات تقيل يا جماعة، بتاع الكنافة بتاع الجلاش لازم يكون تقيل. هنا المكسرات، هنا سوداني على جوزة الهند، ما حطيتش زبيب لان انا عندي الاغلبية ما بحبش الزبيب، بعمل له مشكلة عليه. طحنته ده في الكبة، مش مكسر، لا يعني بيبقى مش مطحون قوي، في الرمق شوية بس ناعم. هنا كنت بحط الطبقة التانية من الكنافة اهي، هنحطها بالتساوي كده. خلاص الحمد لله المقدار كان معايا كويس، الطبقة التحتانية قد الطبقة الفوقانية. هنحطهم ونضغط بايدينا الاتنين بقى جامد بقى. الحمد لله ربنا ستر في اللقطة دي، كانت السمنة هي اللي وقع الطبلية برضو، كانت الحاجة هتتقلب على الطبلية، بس الحمد لله ربنا ستر. في شوية حاجات وقعوا كده بس خير. كل واحدة بقى تقعد بعزم ما فيها كده وتنزل على الصينية، لازم الضغط جامد. هنا انا بوريلكوا الفرن على الهادي خالص من فوق ومن تحت. التانية دي مهدياها، التانية دي انا هديتها عن كده كمان. لازم تاخد وقتها في الفرن، تاخد لها حوالي نص ساعة في الفرن، بس نص ساعة انت متابعاها، بتبص عليها كل شوية وبتلف الصينية على ان الكنافة ملهاش روح. هنا يا جماعة الشربات تقيل اهو، شايفين هو نازل يغلي شوية على النار، المية مع السكر، ما تقلبوش بالمعلقة ولا حاجة. وبعدين بتحطي نص ليمونة، ما شاء الله بيبقى جميل وبيبقى تقيل وبيبقى كويس اهوت. هناخدها بقى وننزل تحت. هنا كنت في الشقة، قطعت لكم خرطتين منها، عايزاكم تقولوا ايه رأيكم فيها وتصلوا على النبي كده يا جماعة. اهي في الصينية، ايه رأيكم في صينية الكنافة؟ عاوزاكم تصلوا على النبي وتوحدوا الله وتحطوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.